weakness of the heart, and the beginning was quite difficult for me because نهائي وما فيهش نقاش. ولكن شنو كيوقع ملي واحد من أكبر الحكام في العالم، واحد من قلب المنظومة، كيقرر يهرس هاد القاعدة؟ هنا في القصة كتولي ماشي عادية أبداً. ملي كيهضر الجمهور أو للمحللين كلامهم كيبقى مجرد رأي، بالضبط. ولكن ملي كيتكلم حكم دولي كبير ومازال خدام، يعني كل كلمة كيقولها محسوبة عليه، القضية كتاخد بعد آخر تماماً. اليوم غادي نتعمقوا في واحد القضية اللي دارت ضجة كبيرة، ماتش الجزائر والإمارات في كأس العرب. ولكن ما غاديش نشوفوها من زاوية الجمهور أو للإعلام، لا، هاد المرة من منظور مختلف تماماً. غادي نشوفوها من عيون حكم دولي من الصف الأول. المصدر اللي عندنا هو نص عامر بتصريحات، صراحة تصريحات نارية للحكم البولوني المعروف سيمون مارسينياك. والمهمة ديالنا ماشي غير نعاودو شنو قال، ولكن نفهمو علاش قالو. غادي نفكوا الادعاءات ديالو، نقلبوا على الدوافع، ونشوفوا الأبعاد القانونية الخطيرة اللي كيطرحها. يلا نشوفوا شنو اللي مخبي مور هاد التصريحات. مارسينياك ماشي اسم جديد على الجمهور الجزائري ياك؟ لا، ماشي جديد، وسميتو مرتبطة بواحد الماتش آخر كان مثير للجدل بزاف، أكيد. وما يمكنش نفهموا موقفه دابا بلا ما نرجعوا لديك القصة. كنهضروا على ماتش الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب 2021. هو اللي كان حكم ديك المباراة. أنا باقي عاقل على ديك النهاية، كانت هيتشكوكية. هو اللي كان زاد واحد الوقت بدل ضائع طويل بزاف وصل 19 دقيقة. 19 دقيقة. قرار اللي كان ممكن يقصي الجزائر لولا داك الهدف القاتل اللي جا في أواخر الدقائق. ولكن اللي مهم هو شنو وقع من بعد الماتش. هي هاديك مارسينياك في واحد الخطوة اللي نادرة بزاف في العالم ديال التحكيم، أخرج وقدم بحال اللي قلتي اعتذار شبه رسمي للجزائريين. اعترف بالخطأ ديالو؟ اعترف أن قراراته ما كانش موفقة، وأن الضغط كان كبير عليه. هاد الخلفية هي المفتاح ديال كل شي دابا. وهنا فين كاين سؤال مهم. المصدر كيلمح بحال إلا كيحس بالذنب، بحال إلا باغي يرد الجميل. هاد القضية ديال الرد الجميل كتخلي موقفه معقد شوية. يعني واش الدوافع الشخصية ديالو ممكن تأثر على الموضوعية ديالو؟ سؤال في بلاصتو، وهذه هي النقطة اللي كيقلبوا عليها الخصوم ديالو دابا. أي واحد ممكن يقول هذا غير كيحاول يبيض السمعة ديالو مع الجزائريين. من بعد اللي دار في 2021؟ بالضبط. ولكن في المقابل ممكن نشوفها من زاوية أخرى. هو شاف بعينيه الروح القتالية ديال ديك الفرقة وحس بالمسؤولية، ودابا ملي شافهم كيتعرضوا لشي حاجة كيشوفها ظلم. يمكن الضمير المهني ديالو هو اللي تحرك. إذن باش نحسموا في هذا النقطة، واش كلامه مجرد عواطف ولا مبني على أسس تقنية صلبة؟ هنا فين خاصنا ندخلوا للعمق. خاصنا نشوفوا شنو هي الأخطاء المحددة اللي جبت في ماتش الجزائر والإمارات. هو دخل صلب الموضوع بناء على المصدر. هو هدر على نقط تقنية دقيقة وواضحة، ماشي كلام عام. النقطة الأولى والأكثر جدلاً هي الهدف الملغي ديال الجزائر. وي؟ مارسينياك يقول كانت واحد زاوية تصوير واضحة كتبين تفاصيل مهمة في اللقطة، ولكن غرفة الفار تجاهلتها تماماً. ما تمش استدعاء الحكم باش يراجعها. ولكن واش قال بلي الهدف كان صحيح 100%؟ يعني كنت راجع ديك اللقطة كان غادي تحسب. هذه هي النقطة الذكية في كلامه. هو ما دخلش في ديك المتاهة ديال واش هدف ولا ماشي هدف. هو قال المشكل ماشي في القرار النهائي، المشكل في الإجراء. يعني بحال إلا في شي محكمة القاضي ما يمكنش يحكم بلا ما يسمع للشهود كاملين. وخا مارسينياك بحال إلا قال لينا كاين واحد الشاهد اللي هي ديك زاوية التصوير وما استدعاوش أصلاً. فهمتك. يعني هو كيطعن في العملية كلها ماشي غير في النتيجة النهائية ديالها. تماماً. بحال إلا شي طبيب دار تشخيص بلا ما يشوف تحاليل كاملة، وخا يكون تشخيص صحيح بالصدفة، راه الطريقة باش خدم غلطة من الأساس. هي هاديك. هو كيركز على البروتوكول، كيقول في مرحلة ربع النهائي في ماتش حاسم بحال هذاك ما مقبولش يكون أدنى شك. المراجعة كانت إلزامية وضرورية باش يتم إزالة أي شك. وعدم القيام بها هو فشل في التطبيق. فشل في التطبيق ديال روح القانون ديال الفار. هذه النقطة الأولى. وشنو على الهدف ديال الإمارات؟ تا وجبت فيه شي حاجة؟ نعم، وهادشي اللي كيزيد يعزز الحجة ديالو على أنه كاين مشكل منهجي ماشي غير خطأ واحد. بالنسبة لهدف الإمارات كيقول مارسينياك أن بروتوكول الفار الدولي واضح. قبل ما تأكد أي هدف خاص غرفة الفار ترجع وتراجع بناء الهجمة كاملة من الأول ديالها.
باش تتأكد واش ما كانت حتى مخالفة بحال شي خطأ أو تسلل. على حسب كلامه هذا الإجراء ما تمش بالشكل المثالي. ما تمش بالشكل المثالي. هذه عبارة دبلوماسية شوية. شنو كتعني زعما؟ واش تغاضوا على شي لخطة؟ كتعني أن المراجعة كانت سطحية وسريعة، ما خداوش وقتهم الكافي باش يتأكدوا 100% من سلامة الهجمة من البداية للنهاية. فهمت. وملي كتجمع هاد الجوج الصورة كتوضح. عندنا هدف ملغى للجزائر بلا مراجعة كافية، وهدف مقبول للإمارات بلا تحقق كافي. إذن هادشي كيبين واحد النمط ديال التعامل، ماشي مجرد خطأ معزول. بالضبط. وهنا كنوصلوا للنقطة الثالثة اللي هضر عليها، اللي كتجمع هادشي كامل. هو هاديك. هو كيقول المشكل ماشي في الحكم ديال الساحة بوحدو، وماشي حتى في حكم الفار بوحدو. المشكل كان في طريقة إدارة الفار كمنظومة متكاملة في ذاك الماتش. كيفاش؟ عطى أمثلة من المصدر. كانت لحظات كان على الفار يتدخل ويوقف اللعب باش يراجع شي لقطة مهمة وما دارهاش، ولحظات أخرى كان خاص الحكم الرئيسي هو اللي يمشي بنفسه يشوف الشاشة باش ياخد القرار النهائي، وهذا الشيء ما وقعش. إذن القضية أكبر من مجرد قرار أو جوج. هو كيهضر على انهيار في تطبيق النظام ديال الفار خلال ديك المباراة. انهيار تام، ماشي غلطة فردية، ولكن مشكل في التنسيق وفي التطبيق الصارم للبروتوكول. وهنا فين كاين الخطر الحقيقي. أكيد القضية ماشي غير ماتش الجزائر، هذه كتبين واحد المشكل اللي كيتكرر في العالم. عندنا تكنولوجيا ديال القرن 21، ولكن العقليات اللي كتطبقها مازال فيها تردد أو عدم كفاءة أو حتى ضغوطات خارجية. يعني الفار تحول من أداة ديال الحقيقة لواحد الأداة اللي ولات كتخلق جدل من نوع آخر. تماماً. والسؤال هو، واش الخطأ في التكنولوجيا ولا في الإنسان اللي مور الشاشة؟ مارسينياك كيجاوب بوضوح، في هذا الماتش الإنسان هو اللي فشل. هادشي كله تحليل تقني دقيق، ولكن اللي قلب الموازين وخلى القضية تاخذ أبعاد دولية هو أن مارسينياك قال أنا ماشي بوحدي. هذه هي القنبلة اللي لقاها. هذه كانت هي المفاجأة الكبرى. حول القضية من مجرد رأي شخصي ديال حكم دولي اللي ممكن يتهموا بأنه غير كيبحث على الشهرة لواحد الحركة جماعية. هو كشف على أنه تواصل مع عشرات الحكام الدوليين، الخبراء والمحللين التقنيين من أوروبا ومن إفريقيا. وعلاش تواصل معهم؟ شنو كان الهدف من هذا التواصل؟ ماشي غير باش ياخد رأيهم، الهدف كيف ما قال هو أنهم كاملين مستعدين يقدموا شهادات مهنية وتقارير تحكيمية مستقلة قدام المحكمة الرياضية الدولية، المعروف اختصاراً بطاس. طاس. وهنا خصنا نوقفوا شوية. طاس ماشي أي هيئة، هي أعلى سلطة قضائية في الرياضة في العالم. قراراتها نهائية وملزمة للجميع بما فيهم الفيفا. يعني ما بقاش غير مارسينياك بوحدو اللي كيشكك في القرارات. دابا كاينه شبكة ديال الخبراء الدوليين مستعدين يدخلوا على الخط بشكل رسمي وقانوني. بصح هاد التحالف الدولي، هاد المصطلح كبير بزاف. واش هادي بحال شي نقابة سرية ديال الحكام؟ سؤال زوين. هو حرص بزاف في كلامه باش يوضح الطبيعة ديال هاد التحالف. أكد على أنه تحالف تحكيمي مهني، وشدد على أنه ماشي سياسي أو إعلامي. فهمت. الهدف المعلن ديالهم على حد قوله هو حماية السمعة ديال اللعبة وإعادة الثقة للجماهير. هاد النقطة مهمة، يعني كيحاول يبعد على أي تسييس للقضية. تماماً. وكيركز على الجانب التقني والمهني، كيقدم راسه والمجموعة ديالو كحماة للعبة، ماشي كأعداء لشي اتحاد أو دولة معينة. وهذه خطوة ذكية بزاف من ناحية استراتيجية. ملي الملف كيتقدم للمحكمة الرياضية ما كيبقاش مجرد شكوى ديال فريق خاسر، كيولي ملف مدعوم بأدلة. ملف مدعوم بشهادات من خبراء محايدين من قارات مختلفة اللي ما عندهم حتى شي مصلحة مباشرة في النتيجة. هادشي كيعطي واحد المصداقية وثقل قانوني كبير بزاف. المحكمة ما يمكنش ليها تجاهل شهادة جماعية من حكام كيحكموا في دوري أبطال أوروبا والبطولات الكبرى. هذه نقطة تحول حقيقية في القضية. ولكن الكلام والتقارير بوحدهم ما كافينش باش يكون للقضية تأثير حقيقي في المحكمة، خاص شهود. شنو هي الخطوة الجاية اللي أعلن عليها؟ هنا فين مارسينياك وزاد طلع مستوى التحدي. أعلن رسمياً على الموافقة ديالو باش يقدم شهادة تقنية كاملة بنفسه قدام المحكمة الرياضية الدولية. هو بنفسه؟ هو بناء على طلب من المحامين اللي مكلفين بالملف. هذه خطوة جريئة بزاف بالنسبة للحكام مازال خدام.
عادة الحكام كيتسناو حتى يعتزلوا عاد كيبداو يهضروا. أكيد. هادشي ممكن يخلق ليه مشاكل كبيرة في المسيرة ديالو. ممكن تكون نهاية المسيرة المهنية ديالو. هادشي كيتعتبر خرق لواحد العرف مقدس في مجال التحكيم. ممنوع تنتقد زميلك في العلن. وي. هو ماشي غير انتقد، هو مستعد يمشي يشهد ضدهم في أعلى هيئة قضائية. هو قال بالحرف الواحد كيف ما جا في المصدر: غادي نقدم التفاصيل اللي شفتها بعيني وغادي نشرح النقاط اللي كتحتاج تفسير. يعني ماشي كيتهم شي واحد بالفساد. لا، ولكن كيقول بلي كاينين أوامر ما تنفذاتش وقواعد ما تطبقاتش. هاد الشهادة يلاه تقبلات، ممكن تكون هي المسمار الأخير في نعش هاد النتيجة. واللي لافت للانتباه هو الطريقة باش كيقدم هادشي كامل. ما ركزش غير على القانون والبروتوكول الجاف، لا أبداً. ربط هادشي كامل بواحد البعد إنساني وعاطفي قوي. وهذه هي القوة ديال الخطاب ديالو. هو فهم أن المعركة ماشي غير قانونية ولكن إعلامية وشعبية أيضاً. بصح ربط بين البروتوكول الصارم ديال فاف وبين الإحساس بالغضب والظلم عند الجمهور. هضر بواحد الطريقة مؤثرة على المنتخب الجزائري. قال في المصدر: شفت هاد المنتخب في أصعب اللحظات ديالو كيلعب بروح ديال المحارب. وهاد الشيء كيعطيه واحد المصداقية عاطفية عند الناس اللي كيسمعوا ليه، ما كيبانش غير كخبير تقني بارد. في التيران. قال باللي فريق لعب 120 دقيقة بروح قتالية كيستحق يتعامل باحترام. بالضبط. وهذا الخطاب عنده هدف استراتيجي واضح. هو ما كيهضرش غير بلغة القانون اللي ممكن تكون مملة لغالبية الناس، ولكن كيستعمل لغة العاطفة والشغف باش يأكد على أن كرة القدم ماشي مجرد قواعد. هي إحساس ديال الشعب كامل. هي هاديك. هادشي كيخلي الرسالة ديالو توصل بشكل أقوى وأكثر تأثيراً، وكيزيد الضغط على الهيئات الرياضية. كيربط بين الخطأ التقني والأثر النفسي ديالو على الملايين ديال الناس. كيقول لهم هذا ماشي مجرد ماتش، هذه قضية عدالة وشغف. إذن يلا جمعنا هاد الخيوط كلها. شنو هي الصورة الكاملة اللي عندنا دابا؟ عندنا حكم دولي كبير عنده تاريخ سابق معقد مع الجزائر، كيقدم اتهامات تقنية محددة ومفصلة على فشل نظام الفار، وكيعلن على وجود تحالف دولي ديال الخبراء مستعدين يدعموه بتقارير. وفوق هادشي كامل ألمية كاملة وخصوصاً تقنية الفار تحت المجهر. أكيد. مارسينياك يطرح واحد السؤال جوهري ومقلق: واش التكنولوجيا بوحدها كافية باش تضمن العدالة إلا كان التطبيق ديالها من طرف البشر فيه قصور أو شكوك أو ربما حتى نوايا أخرى؟ يعني هو كينتقد الإنسان اللي كيستعمل الأداة، ماشي الأداة نفسها. تماماً. هو كيقول البروتوكول واضح ومكتوب بالحرف، ولكن اللي شفناه في داك الماتش ما كانش تطبيق مثالي ليه، بل كان فيه تجاوزات. هادشي كيفتح الباب للشك وكيقتل الثقة ديال الناس في اللعبة. إذن السؤال ماشي واش الفار مزيان ولا خايب. لا، السؤال هو واش كنطبقوا الفار كيف ما خاصو يطبق باش يحقق العدل اللي داروا على قبله. القضية ولات قضية ثقة في النظام ككل، ماشي غير في حكم واحد أو ماتش واحد. هادشي كيخلينا نفكروا في واحد النقطة أخيرة اللي عميقة بزاف. تفضل. ملي كيخرجوا خبراء مرموقين بحال مارسينياك وهذا التحالف اللي هضر عليه وكيشكوا بشكل جماعي ومنظم في واحد النتيجة رسمية، وحنا في واحد العصر كل شيء موثق بالفيديو من 100 زاوية مختلفة، وي. واش ممكن نشوفوا في المستقبل شي آلية لمراجعة الماتشات حتى من بعد الصافرة النهائية بناء على أدلة تقنية قوية؟ سؤال خطير جدا وكيضرب في صميم كرة القدم كيف ما كنعرفوها. تقليديا قرار الحكم لا رجعة فيه بمجرد ما يصفر النهاية. هي